ولأهمية التوحيد جلس النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يدعو للتوحيد. بقية شرائع الإسلام فرضت في المدينة، ومكث النبي من حين بعثه الله إلى أن مات 13 سنة يدعو للتوحيد، و10 سنوات يدعو للإسلام كله، مما يدلك على أهمية التوحيد. فرجل تربى على التوحيد خير من ملايين لم يتربوا على التوحيد. ولهذا لما نزع النبي شجرة الشرك من قلوب الثلة المؤمنة الأولى نصر الله بهم الدين. داسوا الأموال تحت نعالهم، لم يطلبوا الأموال، لا، تركوها بأيديهم. ركز معي، عندما يأتي التوحيد ويتغلغل في القلب يدوس الإنسان الدنيا. ولهذا ربنا عز وجل امتدح المهاجرين. من المهاجرون؟ الذين هاجروا مع النبي عليه الصلاة والسلام، الثلة المؤمنة التي أسس النبي بها دولة الإسلام بهم، في أول دولة إسلامية أسسها الرسول في المدينة. ما أسس الرسول دولة الإسلام على أسس غير ثابتة، على لصوص أو على ضعيفي التوحيد أو ضعيفي العقيدة أو غير مؤمنين أو يميلون إلى الدنيا، لا، خلص شوائب الشرك والدنيا من قلوبهم وغرس التوحيد. فلما انغرس التوحيد خرجوا من مكة، تركوا البيوت لله وتركوا الأموال لله، ولم يخرجوا للبحث عن الأموال، لأن البعض قد يترك ماله طمعا في البحث عن مال أكثر، قد يترك بيته لكنه حصل على بيت أفضل، قد يترك شيئا آخر غصبا عنه. أما هؤلاء خرجوا رغبة في الإسلام، رغبة في الإسلام. قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، قال الله يبتغون فضلا من الله. وهذا التوحيد أنهم يطلبون من الله، لا يطلبون من أحد غيره. فلم يمدوا أيديهم للشرك ولا للمشركين، ولم يمدوا أيديهم للكفرة والملحدين كما هو حاصل الأمة اليوم. فنحن نمد أيدينا للبنك الدولي، صندوق التنمية، صندوق الاجتماعي، نمد أيدينا للأمم المتحدة، لمجلس الأمن الدولي، نستعطفهم، وهذا الذي جعلهم يتحكمون فينا. وما فعلنا ذلك إلا بسبب ضعف التوحيد، فنحن لم نطلب من الله، وهذا هو السبب الذي جعل الأمة في هذا التردي الذي تعيش فيه. قال الله عز وجل يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. لم يخرجوا على أساس وطني، لا، فقد تركوا الأوطان، وإنما ذهبوا على أساس ديني وتكتلوا على أساس ديني، لا دفاع عن تربة ولا عن أرض، لا، ولكن عن عقيدة. فقد تركوا أجمل مكان في الدنيا وهي مكة هروب بدينهم. قال الله عز وجل ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. ولهذا امتدحهم رب العالمين سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله. شوف توحيد، فكل همهم الدين، فهم خرجوا ابتغاء مرضات الله وخرجوا نصرة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فمقومات كهذه وجدت في فرد، هذا من خيرة الرجال ومن خيرة ما يقام بهم التوحيد وتقام بهم دولة الإسلام. قال الله تعالى يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان مؤمنون الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون
على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المؤمنون. والذين جاءوا من بعدهم كلهم أهل توحيد، أهل خير، أهل إخلاص، أهل إقبال، مجتمع إسلامي صافي، مجتمع إسلامي يمتاز بكثير من المثل والقيم والأخلاق والعقائد الطيبة. فأولئك هاجروا وتركوا الأموال، وأولئك احتضنوا لم يحتضنوهم طمعا فيهم، لا، إنما ابتغاء مرضات الله. التوحيد موجود. وأولئك الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا، كل توحيد، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والمقصود بالإيمان التوحيد. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمجتمع يوجد فيه هذا الصنف هو مجتمع قادر أن يقف وأن يقول للعدو قف، وأن يقول للظالم قف، وأن يقول للمجرم قف. لكن صف متهالك لا يستطيع أن ينعش نفسه فضلا عن أن ينعش غيره، هذا هو السبب الذي يجعل غيره يستذله ويهين كرامته ويدوسه في أي محفل في أي مكان. وهذا من أعظم أسباب سقوط الأمة الإسلامية عياذا بالله تبارك وتعالى.